هي العربيات الزيرو جمارك فعلا ما بتدفعش اي رسوم؟ طب انا ينفع بالمبادره اجيب عربيه من اوروبا وتبقى زيرو جمارك؟ وهي العربيه الاسيوي او العربيه اللي منشأ غير اوروبي ممكن ادخلها زيرو جمارك؟ اعمل فولو وتعالى عشان اقول لك تعرف تحسب الحاجات دي ازاي وتعرف الحاجات المظبوطه في النقطه دي. اول حاجه لازم نبقى متفقين عليها انك عشان تجيب عربيه تستفيد من هذا الاعفاء لازم تكون العربيه منشأ اوروبي وجايه مباشره من اوروبا على مصر. يعني ما ينفعش تجيب عربيه اوروبي صناعه اوروبيه وتقوم جايبها لي من الخليج وتاخد الاعفاء، مش هتاخدها. ما ينفعش تجيب عربيه ما هياش منشأ اوروبي من اوروبا وتقول انك هتاخد الاعفاء، لا مش هتاخدها. يبقى النقطه دي لازم نبقى متفقين عليها وعارفينها لان هي دي الاساس في الموضوع. طيب هي الزيرو جمارك دي ما بتدفعش رسوم خالص؟ لا طبعا بتدفع. وفي حاجه ما بتدفعش رسوم؟ هي الرسوم دي متقسمه لكذا حاجه. كان في حاجه اسمها رسم الوارد. رسم الوارد ده هو اللي تم اعفائه او اللي احنا كنا بنسميه بالبلدي الجمرك، وده هقول لكم القيمه بتاعته كانت كام في اخر الفيديو. العربيات الاوروبي اللي هي حتى 1600 سي سي بتدفع ثلاث حاجات. اول حاجه رسم تنميه موارد الدوله او اللي بنسميها رسم التنميه، ده بيبقى قيمته 3%. تاني حاجه اسمها ضريبه جدول، دي بتبقى 1%. وتالت حاجه ضريبه القيمه المضافه هي 14%. وال 14% دي ثابته في كل الفئات وفي كل الشرائح. يبقى 3% زائد 1% زائد 14%، لو جمعتهم حسابيا هيطلعوا 18%. بس العربيه فعليا بتدفع 18.59 او 18.6 بالتقريب لو استيراد فردي، بتزود عليهم 1% لو تجاري، يعني تقريبا 19.59%. طب ازاي الحسبه دي؟ ده احنا حاسبينهم 18% مع بعض. اقول لك انا ازاي. لان هو بيحسب، بيجيب قيمه العربيه يقوم حاسب عليها اول بند اللي هي 3% مثلا، بعد كده مجموع الناتج الحسابي ده بيقوم مزود عليه ال 1%، وبعد كده مجموع الناتج الحسابي الثاني بيزود عليه ال 14% القيمه المضافه. بيعملها عمليه تكامليه كده، وبالتالي بتطلع الناتج النهائي 18.59 او 18.59%. طيب لو العربيه من 1600 سي سي ل 2000 سي سي بتدفع ايه بقى؟ ساعتها رسم التنميه بيزيد ل 5%، ضريبه الجدول بتبقى 15%، والقيمه المضافه ثابته 14 زي ما قلنا. وهنا بدل ما بتدفع ال 34 بيبقى عشان الحسبه التكامليه اللي احنا قلناها دي بتوصل ل 37 وكسور، وليكن 37.7، ولو تجاري بيتزود عليهم 1% يبقى 38.7. طيب لو العربيه اكتر من 2000 سي سي بتدفع كام بقى؟ بتدفع 8.5% رسم تنميه، جدول 30%، والقيمه المضافه 14%، والاجمالي بدل 52.5% هيبقى 60.8%، وبرضه لو هتيجي تجاري هتزود 1%. طيب امال ايه الاعفاء يا عم الحاج، وايه الاوروبي، وايه الزيرو جمارك اللي احنا بنغني عليه من 2019؟ ما هو عشان كده انا عامل الفيديو عشان اوضح لحضرتك ان اللي اتشال هو بند واحد من 4 بنود اللي هو اسمه رسم الوارد. رسم الوارد كان في العربيات دي بيساوي كام بقى؟ 40% في الشريحه الاولى اللي هي حتى 1600، 135% في الشريحه الثانيه من 1600 ل 2000، و135% برضه في الشريحه الثالثه اللي هي فوق ال 2000 سي سي. عشان كده اكتر فئه استفادت من الخصومات دي او من الاعفاءات بتاعه رسم الوارد هي العربيات فوق ال 2000 سي سي. ماسوره السيارات الفاخره والاكزوتكس اللي ضربت في مصر ما كانتش هتحصل ابدا الا لو حصلت التخفيضات دي. وبحسبه بسيطه انت لما بتزود البنود دي بتعمل لك بقى الرسوم بتاعه العربيات ذات المنشأ الغير اوروبي واللي مش جايه من اوروبا. عشان كده هنلاقي العربيات ذات المنشأ الغير اوروبي اللي بتيجي من اي حته بتدفع كام في الشريحه الاولى حتى ال 1600؟ 66.1. من 1600 ل 2000 223% ونص. يعني اي عربيه اي 200، اي عربيه 520، اي عربيه كذا كذا كذا، كل اللي فوق ال 1600 لحد ال 2000 ده بيدفع 223% ونص. ده لو اوروبي بقى بيدفع 38% وكسور. انتوا متخيلين الفجوه عامله ازاي؟ ولسه لما تسمع ال 2000 سي سي بقى او اللي فوق ال 2000 سي سي بتدفع كام؟ بتدفع 278% رسوم، بقت بتدفع 61% وكاس. عشان كده انا بقول لك اكتر فئه استفادت هي فئه العربيات الفاخره واللي فوق ال 2000 سي سي، بينما فعليا ال 1600 الاوروبي ما استفادش قوي لان كان برضه بيحصل تخفيض في القيمه بتاعت رسم الوارد ده. كل سنه كان بينزل منها 10% لمده 10 سنين سابقه. في اخر بند رسم وارد للعربيات الاوروبي كان 12%، وهو ده اللي كان قبل الازمه بتاعت العربيات. حاليا كان بيخلي لك عربيه زي الهوندا السي ار في بتدفع كام و60%، وعربيه زي التيجوان والكودياك كانوا بيدفعوا 19% او ال 18 وشويه اللي بنتكلم فيهم. طيب هو في المبادره بقى عمل ايه للمصريين اللي في الخليج؟ هو في المبادره عمل خصم 50% من بند رسم الوارد اللي موجود على العربيات، اللي هو كان في الاساس 40% على العربيات ال 1600 و135% فما فوق ال 1600، ورجع يزوده بحسبه تكامليه على الحاجات الثانيه. انما هو ما شلكش الرسوم او ما عملكش 50% على اجمالي الرسوم، عمل لك ال 50% على البند ده بس. وهي دي قيمه المبلغ اللي انت بتشوفه عندك في الابلكيشن. هو بيقوم عامل الحسبه دي ومدرب لك المبلغ على قيمه الدولار الجمركي اللي هو شغال بيه، بيقوم مطلع لك في الاخر اجمالي الرسوم. لو عجبك الكلام ده او استفدت منه اعمل له شير وفيد غيرك، وما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب على قناه اليوتيوب اللي احنا نسيناها خالص. متشكر على المتابعه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.